باش فرنسا تدعم السعوديه استضافه معرض اكسبو السعوديه وتخلي ايطاليا اللي حداها وجارتها وما تدعمهاش، فراه هذه ما يمكنش ديرها فرنسا الا وان عندها شي سبب. فرنسا خالفت توقعات الأوروبيين بدعمها لملف السعودية بدلاً من جارتها إيطاليا. الا كان يسحب ليك ان هادشي كامل اللي درتو فرنسا هو بسبب الخلاف اللي كان بينها وبين ايطاليا مؤخرا بسبب الهجره الغير شرعيه اللي فرنسا كانت هجمت فيها ايطاليا وبشكل مباشر رئيسه الوزراء الايطاليه، عدم القدره ديال ايطاليا على التغلب على تدفق المهاجرين الغير شرعيين واللي خلى هادشي ينوض واحد الصراع بين فرنسا وايطاليا. أكيد للداخل. كل خطاب الآن يقول أنه مصر على استعادة سيادة فرنسا. إلا فكرتي بحال هكا وقلتي ان هذا هو السبب فراك غلط، حيت فرنسا حاليا عندها رغبه جد قويه بانها تقوي العلاقه الاقتصاديه اللي بينها وبين السعوديه، الشيء اللي خلى فرنسا دير هذه الخطوه كطعم اول للسعوديه، اللي منه كتبين فرنسا عن رغبتها القويه في عقد شراكات جديده معها. وهو بمثابة قرية كونية مصغرة، لأن الدول المشاركة فيه تقدم في هذا المعرض جوانب من ثقافتها وأحدث ابتكاراتها. حنا كنعرفوا ان هذا الحدث اكسبو 2030 كيتعتبر من اهم الاحداث العالميه اللي كتسابق عليه الدول الاحتضانيه واللي كيدار كل 5 سنين في بلد مختلف. فهذا الحدث الدولي العالمي اكسبو 2030 كيتنافسوا عليه حاليا 3 ديال المدن: مدينه الرياض السعوديه، وروما الايطاليه، وايضا بوسان اللي كاينه في كوريا الجنوبيه. كما حضر مسؤولون كبار من كل الدول حفل تقديم الملفات الذي احتضنته باريس. ورغم صغر قائمة المرشحين إلا أن التنافس بينهم حاد. وبما ان ايطاليا كانت من بين الدول اللي قدموا الملف ديالهم باش يستضيفوا هذا الحدث، فمن منطقي ولا يخطر على البال ديال اي واحد هو انه كل الدول الاوروبيه خاص تدعمها. لكن العكس اللي وقع وشفنا ان فرنسا كدوله اوروبيه دعمت السعوديه، واللي كيف ما قلنا من قبل فرنسا ما يمكنش دير بحال هكا الا وانه غيكون عندها مصالح مع السعوديه باغا تقداهم معاها. فرنسا تسعى للاستفادة من الوضع السعودي. الناتج المحلي السعودي يتعدى $1000 مليار، ثم معنا لفرنسا رغبة أيضا في دائما التشاور والتنسيق مع السعودية في مجال الطاقة. وكل هادشي اللي وقع خلى المسؤول على السياسه الخارجيه الاتحاد الاوروبي يزعم البلدان الاوروبيه لدعم ايطاليا. توقع الكثيرون دعم فرنسا لإيطاليا، فمثلا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال: سنحشد جميع وفود الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم لدعم عرض روما. اجي فعلاش السعوديه توجهت لفرنسا في هذه الزياره منين حنا عارفين بلي فرنسا هي اللي باغا تستافد؟ شنو هو الطموح ديال السعوديه من الجانب الاقتصادي والعسكري والسياسي من هنا ل 2030؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو عند خوكم الزعيم، وغادي تشوف اخبار حصريه بشكل يومي. محمد بن سلمان صراحة فرض راسو في الساحة الإقليمية والدولية بشكل كبير، وذلك من خلال السياسة النفطية اللي ولا كينهجها مؤخرا في السنين الأخيرة، خصوصا وأننا كنا كنعرفوا من قبل أن أمريكان كانت هي المتحكمة الوحيدة في السعودية، لدرجة كانت هي اللي كتفرض عليها شنو دير وشنو اللي ما ديرش، حتى شفنا مؤخرا تقلبوا جميع الموازين، ولاحظنا أن كل شيء تبدل لدرجة ما بقاش كتسوق الأمريكان ولات كتشوف غير راسها ومصالحها. سياسته النفطية في السابق كانت الولايات المتحدة هي التي تملي على المملكة السعودية ما هو سعر النفط داخل الأوبك. الآن هذا أصبح من الماضي. أصبح هناك رسالة سعودية واضحة للجانب الأمريكي وللعالم أجمع: نحن نحدد المصالح ولا نخضع لأحد في تحقيق هذه المصالح. بل هادشي ما وقفش غير حدنا، وانما السعوديه ولات كتحاول انها تنوع في العلاقات ديالها مع دول عديده واللي منهم الصين، واللي ولينا حاليا كنشوفوا تبادلات تجاريه كبيره بينهم غدا وكتكبر. ثم أنه تقاربه مع الصين وما أدى إلى انفراج في منطقة الشرق الأوسط من خلال المصالحة مع إيران، هذه أغضبت الولايات المتحدة. وغير بلاتي واخا العلاقه ديال السعوديه مع بعض الدول ولات متفتحه، الا ان علاقتها مع امريكان باقا قويه وباقا مترسخه منذ سنين وسنين. ما زالت الولايات المتحدة هتمثل الحليف الأكبر للسعودية، وما زالت هي القوة الاقتصادية الأكبر، وبالتأكيد هناك التعاملات الاقتصادية والبترول مع الولايات المتحدة هيمثل جزء كبير. فالسعودية كما قلنا من قبل أنها حاليا ولات كتركز في راسها وبالأخص في مصالحها الاقتصادية، شيء اللي خلى من بعد ما وتصدات العلاقة ديالها مع الصين والتصالح ديالها مع إيران اللي بين قوسين ما عجبش أمريكان، فقررت أنها توجه لفرنسا وتطور العلاقة ديالها معها حسب الرؤية اللي دايرها السعودية من 2030. واضح أن الاهتمام السعودي الكبير هو بالجانب الاقتصادي. ولي العهد السعودي لديه رؤية طموحة لتغيير وضع بلاده، نقل الاعتماد في الاقتصاد
على مقومات اقتصاد بعيدة عن الطاقة. وغير باش تعرف واحد المعلومه، هو ان العلاقه التجاريه الاقتصاديه اللي بين السعوديه وفرنسا هي جد ضعيفه مقارنه بالدول الاخرى، شيء اللي كيعني انه كاين ركود في حجم التبادلات الفرنسيه السعوديه، واللي السعوديه حاليا كتحاول تعوض ما فات وتطور في العلاقه ديالها التجاريه مع فرنسا. فرنسا حجمها محدود في التعامل مع السعودية. نظرنا إلى التبادل التجاري للعام الماضي لم يصل حتى 11 مليار دولار. طبعا هذا مبلغ ضعيف جدا بالنسبة لحجم الدولتين كقوتين اقتصاديتين. فإلا جينا نشوفوا من جهه غنلقاو بان فرنسا بغات تزيد تقوي العلاقه ديالها مع السعوديه وتخلي ان حجم التبادلات بينها وبين السعوديه يزيد يكبر، والسعوديه ايضا من جهتها باغا تستافد وكتشوف المدى البعيد على انها تكون قوه اقليميه ولها قيمه في الساحه العالميه. فرنسا تسعى للاستفادة من الوضع السعودي، بالتالي فرنسا ترى أن السعودية تريد أن تغير من كل الهيكلة الاقتصادية لديها لكي تصبح قوة اقتصادية إقليمية وحتى دولية، وتطمع أن تكون وتريد أن يكون لها مكان في هذا التغيير.